تطوير الألعاب، اللي هو يعني كل الناس تقريبًا نفسها تدخله عشان تكسب فلوس، يعني مين مش عايز يكسب فلوس؟ أنا نفسي عايز أكسب فلوس، فأغلب الناس دلوقتي لمّا تيجي تدخل مثلًا تطوير ألعاب بيكونوا عايزين مثلًا اللي هو إيه، يكسبوا فلوس بسرعة وملايين بقى وشغل في الأفلام من الآخر مستحيل تلاقي واحد مثلًا كحيان زينا بيعمل ملايين من تطوير الألعاب، بس هو مجال بيكسب بصراحة، مجال تطوير الألعاب مجال بيكسب، وأنا هاقول لك مثلًا على الطرق اللي بتكسب في مجال الألعاب مثلًا، واحدة من الطرق دي إن أنت مثلًا تبيع لعبتك، يعني تعمل لعبة وتبيعها، يعني واضحة من الكلمة، تعمل مثلًا لعبة بنفس مستوى مثلًا ألعاب indie طبعًا مستحيل تعمل لعبة زي GTA مثلًا، أصل ألعاب مثلًا زي GTA الألعاب دي دافعة فيها ملايين حرفيًا مثلًا وبتكسب مليارات، يعني ده أظن، فأنت مستحيل تعمل لعبة زي دي، آخرك مثلًا لعبة ت Flappy Bird مثلًا، ده آخرك وده آخري برضه، يعني ده آخرنا إحنا الكل. طب أنت تقول لي دلوقتي إزاي لعبة زي Flappy Bird مثلًا تكسبنا؟ يعني برضه باهزر معاك طبعًا مش آخرنا Flappy Bird أنت أقل من كده. مثلًا بُص، ألعاب يا اسطى زي Flappy Bird اللعبة دي على فكرة مثلًا لو كانت بفلوس أظن اللعبة دي كانت هتكسب فلوس، لإن الفكرة بتاعة اللعبة دي لعبة إدمانية حرفيًا، لعبة الناس بتحبها والناس بتحب يعني تلعبها بسبب اللعبة ما بتخلصش، اللعبة endless حرفيًا، يعني ممكن تقعد من هنا ل200 سنة قدام تقعد تحاول تكسر الscore ده، فالناس بتحب النوع ده من الألعاب فبتحب تشتريها عشان إنها إيه، مستمرة معاها، يعني مش يومين 3 تروح اللعبة خلصانة كده مش استفدت حاجة. فبُص النوع ده هيكسبك مثلًا لو أنت بتعمل حاجة زي دي، بس في جانب مهم أنت لازم تركّز فيه وأنت بتعمل لعبة، اللي هو التسويق. بُص يا حلو، لازم لمّا تيجي تعمل لعبة لازم تهتم بالجانب ده، اللي هو التسويق اللي حرفيًا بيساوي إنك تصنع لعبة، يعني في ناس بتبقى شغلانتها في الحياة إن هم يسوقوا لعبتك ويخلّوا الناس عارفين لعبتك قبل ما تنزل، بحيث لمّا اللعبة تنزل يكون في جمهور ليها ويشتريها. وطبعًا يعني بُص، أغلب العرب حاليًا مستحيل يشتروا لعبة بفلوس، يعني أنا دلوقتي باقول لك يعني مثلًا لو أنا عملت لعبة لو عايز أخلّيها بفلوس مستحيل أخلّي مثلًا واحد عربي يشتريها. لإنه مستحيل، مستحيل يشتريها، يعني ممكن يcrack اللعبة بس مش يشتري اللعبة، فاهم أنت؟ اللي هو بيستخسروا الجنيه حرفيًا. أمّا مثلًا على عكس مثلًا الأجانب ممكن يدفعوا 5، $6 مثلًا في لعبة، ده بالنسبة لهم مش رقم، لإن عندهم حق أنا نفسي مش هادفع 5 جنيه في لعبة، فاهم أنت؟ فحوار إن أنت تكسب ده حوار صعب شوية، فأنت لازم تستهدف جمهور معين بيحاول يكسب فلوس اللي هم الأجانب، أمّا العرب ابعد عنهم خالص الصراحة، مش تحاول تاخد منهم قرش حرفيًا. وبُص بقى أهم حاجة في تطوير الألعاب عشان تكسب منه فلوس إن اللعبة تتباع بفلوس أو إنك تحط إعلانات، وإنك تحط إعلانات فيها يعني جزء من حرام وأنا اتكلمت في الموضوع ده في الفيديو اللي فات، فأحسن لك تبعد عن الموضوع ده. وفي طريقة تانية اللي هو أنت تحط حاجة تشتريها بفلوس في اللعبة زي الcoin، وطبعًا الكلام ده مش هيحصل لإن لعبتك لو مش حلوة مين اللي هيهتم إنه يشتري فيها حاجة زي ديّة؟ وطبعًا يعني الحاجات دي يعني نوعًا ما هتكسبك لو أنت حاططها في ألعابك، بس لازم لعبتك تكون مشهورة أول حاجة. وتاني حاجة يعني الموضوع صعب، صعب أوي إن أنت تخلّي لعبتك مشهورة، يعني معلش مثلًا يعني أكتر الألعاب اللي إحنا شُفناها مشهورة عند العرب مثلًا، يعني لعبة زي لعبة زنا ما يغرس قيم الذنوبية مثلًا بتاعة DMG4 اللعبة دي يعني الناس حبِّتها ولعبة صراحة حلوة، أنا جرّبت اللعبة واللعبة كانت حلوة، بس معلش يعني اللعبة دي لو كانت أقول لك مثلًا بكام، ب20 جنيه، يعني اللعبة دي أظن والله ما كانتش يعني مش هاحلف استغفر الله العظيم يعني، ما أظنش إن كان في حد هيشتري اللعبة، لإن معلش اللعبة من الجانب اللي هو الgame dev عمومًا اللعبة مش تسوى بصلة حرفيًا معلش اللعبة بدون مجسّمات تقريبًا. الحاجة الوحيدة اللي خلّت اللعبة حلوة إن الأغنية اللي اتحطّت بس، يعني تقريبًا دي الحاجة الحلوة اللي خلّت اللعبة تنشهر مثلًا، وكمان اللعبة بفلوس يعني من غير فلوس قصدي، فأنت يعني أي حد هيشتريها. دلوقتي أظن إن أي حد هيدخل الفيديو ويسمع الكلام اللي أنا باقوله ده هيقول لي أنا عرّف ويعني وباقفل الكلام ده في وشه، بس يعني دي الحقيقة الصراحة، يعني أنا عمري ما شُفت حاليًا يعني مطوّر ألعاب عربي كسب فلوس من اللعبة بتاعته مثلًا، صعب، صعب الحوار صعب، مثلًا جرناتا، اللعبة اللي هو شغّال عليها مثلًا للملك السويدي. اللعبة دي مثلًا شوف بقى له كام سَنة شغّال على اللعبة، اللعبة لو مش نازلها بفلوس حرفيًا هو بقى خسر وقت من حياته على الفاضي وهو دافع فلوس في اللعبة، يعني هو دافع مبلغ يعني كبير نوعًا ما في اللعبة ديّة عشان يبيعها، تخيّل بقى مثلًا إنه اللعبة ببلاش تبقى هو خسر، فأنت لو حرفيًا لو دخلت تعمل مثلًا لمجال الألعاب فلوس مثلًا في خلال قُل مثلًا سَنة، سنتين، 3 باقول لك انسى، يعني أنت أقل حاجة مثلًا 6 سنين عشان تكون يعني احترفت حرفيًا المجال وتوصل لمستوى مثلًا تعمل لعبة كويسة تبيعها مثلًا، يعني دي في الحالة دي، أو مثلًا تشتغل مع شركة مثلًا كبيرة يبقى لك مرتب مثلًا، دي حاجة تكسبك فعلًا، أو تفتح قناة على اليوتيوب مثلًا وتنزل عليها فيديوهات وتكسب منها، يعني دي طريقة برضه. أظن إن بعد اللي أنا قُلته ده اللي أنت فهمت إن مجال تطوير الألعاب مش بيكسب في المدى القريب، وأنا باطوّر ألعاب أنا فقير دلوقتي، فأنا محتاج منكم تشتركوا في القناة،
إيه ده مش هتشترك عشان حطمت طموحك؟ طب وانطر بلا كاش.